ايه رأيك لو قلت لك ان عظمك لسه موقفش عن النمو؟ اه والله دي مش هزار. في حالات علمية موثقة ان في ناس عظمهم نما بعد ال20 وال25 برضه. المشكلة ان اغلبنا مش عارف ازاي يحفز جسمه يعمل كده. في الفيديو ده هكشف لك كل حاجة بدون مبالغة وبدون كلام فاضي. لو عمرك اقل من ال40 ففي فرصة حقيقية، ولو عديت ال40 برضه في حل عمره ما يخطر على بالك. اللي عارفين عن الطول أو عن العظم عارفين أول ما صفائح النمو بتوقف خلاص كده عمرك ما هتنمو أو عمر ما أطرافك أو عظمك هيكبر تاني. الكلام ده صحيح جزئيا بس مش في الصورة الكاملة. العلم الحديث دلوقتي بيقول لك إن أنت ممكن تنمو من بعد المناطق حتى بعد غلق صفائح النمو، وفي بعض الحالات بيمتد الهيكل العظمي ذات نفسه حتى بعد الكبر. اللي بيتحكم في كل ده هو انت مش جيناتك بس. النقطة الأولى، ازاي بتنمو أصلا أو ازاي العظم بيتبني؟ خلينا نتكلم فيها عشان نبني الموضوع بس ما يكونش مبني من على فراغ. عظمك مش قطعة حديد ثابتة، بل هو نسيج حي بيفضل ينمو. في داخل كل عظمة في جسمك نوعين من الخلايا، واحدة بتبني العظم واسمها الأوستيوبلاست، وواحدة بتهدم واسمها الأوستيوكلاست. طبعا الجسم لما بيحس بضغط على جزء معين في عظم بيبعت إشارة تلقائية للخلية اللي هي البانية وبيقول لها تعالي ابني هنا مثلا، وده اللي بيسموه في العلم قانون وولف. والقانون ده هو الأساس اللي احنا هنبني عليه كل نقطة جاية دلوقتي في الفيديو. المهم إن عظمك بيستجيب لثلاث حاجات رئيسيين: الضغط والحركة والتغذية. وطبعا لو ما اديتهاش الثلاث حاجات دول بشكل صحي وطبيعي مش هتنمو ومش هتكبر ومش هتستنى منها تغيير. تاني حاجة، الضغط الصح على العظمة. احنا دلوقتي وصلنا لأهم نقطة: ازاي تضغط على العظمة فتخليها تبدأ تبني نفسها بالتمارين اللي هي بوزن جسمك. التمارين اللي هي بوزن جسمك زي الجري والنط او القفز والمشي والتمارين بالحديد برضو. والتمارين دي طبعا بتدي حمل على جسمك او على عظمك فبتخلي عظمك يبعت اشارات للبناء، فبتخلي عظمك اكثف واقوى وبيتحمل اكتر. وطبعا عايز اقول لك على حاجة مهمة: تمارين السباحة مش هي انسب حاجة للطول لسبب معين. هي مفيدة جدا للمفاصل، بتريح المفاصل، فلما بتريح المفاصل بتريح برضو العظم معاها، بالتالي ما بتعملش ضغط فعظمك بيكون مرتاح بشكل نسبي. انا مش بقولك لو انت بتتمرن سباحة وقف سباحة، بس لازم تعمل لنفسك مجهود من التمرين عشان تحفز عظمك ان هو ينمو. تالت حاجة، التمارين اللي بتدي صدمة خفيفة لعظمك زي نط الحبل او النط على صندوق. التمارين دي بتدي إشارة سريعة وقوية جدا للجسم إن هو لازم يقوي المناطق اللي هي بتتأثر من التمرين ده. جرب تضيف ليومك 10 ل 15 دقيقة تمارين بالشكل ده، اللي هي قفز الحبل أو نط الحبل أو النط على الصندوق، وشوف الفرق بعد 3 شهور. الحاجة الثالثة، التغذية السليمة. شوف، الكالسيوم مهم جدا بس لوحده مش كفاية، ودي سوء فهم عند ناس كتير مفكرين ان الكالسيوم بس هو المفيد جدا للعظم. طبعا الكالسيوم اللي هو بتلاقيه في السمسم او اللوز او اللبن مهم جدا، بس المفتاح هنا في فيتامين دي او اشعة الشمس. حاجة بسيطة جدا بس لها فرق كبير جدا. طب ليه فيتامين دي مهم جدا؟ فيتامين دي هو اللي بيساعد الجسم ان هو يمتص الكالسيوم اصلا. الجرعة اليومية اللي بينصحوا بيها الدكاترة من 2000 ل 3000 وحدة دوليا. وحاجة برضو مهمة، المغنيسيوم. المغنيسيوم بيشتغل مع الكالسيوم زي الشريك بالظبط، وطبعا ده هتلاقيه في السبانخ واللحوم او البروتينات، وهتلاقيه برضو في المكسرات وفي الشوكولاتة الداكنة ساعات برضو. الناس برضو ما تعرفش ان اساس العظمة بروتين برضو. حاول تدخل في يومك البيض والفراخ واللحمة، هتجمعهم على مدار اليوم وتظبط احتياجك من البروتين برضو. النقطة الرابعة، هرمون النمو، وهو السر الحقيقي. وصلنا لنقطة محدش بيتكلم عنها بوضوح، وهو هرمون النمو
او الجي اتش اللي محدش بيتكلم عليه بشكل مباشر، وهو طبعا اساس في بناء اي عظم. تتوقع هو بيفرز امتى؟ في وقت النوم العميق او لما بتيجي تضلم المكان اللي انت فيه. عشان كده بيولوجيا لازم تنام بالليل والنهار وقت العمل، يعني نومك هو اقوى مكمل عندك. لازم تنام من 7 ل9 ساعات، وتضلم المكان اللي انت هتنام فيه، وتبعد عن التليفون من ساعة لساعتين قبل النوم. وطبعا الرياضة القوية بتعلي هرمون النمو بشكل ملحوظ برضو. والصيام المتقطع ثبت علميا ان هو بيأثر جدا على هرمون النمو. ولو حابب تعرف عن الصيام المتقطع اكتب لي في الكومنتات وهعمل لك فيديو شامل له. النقطة الخامسة، النقطة دي هتفاجئك جدا، هي وضعية الجلوس أو وضعية الوقفة. وضعيتك بتفرق جدا في طولك، ممكن تفرق في 5 سنتيمتر. وقفتك لو بالشكل ده بتأثر عليك، ولو قعدتك برضو بالشكل ده برضو بتأثر عليك. فأنت حاول على قد ما تقدر تركز على وضعيتك واستقامتك. خليني أقول لك إن وضعيتك الغلط بتعمل ضغط على الفقرات، ومع الوقت بتلاقي الفقرات دي بتتاكل. يعني بدل ما أنت عايز تطول هتلاقي نفسك بتقصر اصلا. وده بيفسر لك ليه الناس كل ما بتكبر في السن كل ما طولها بيقل تدريجي. اذا انت هتعمل تمارين زي تمدد الظهر او العقله او التشعلق، وتمارين تمدد الصدر بالشكل ده، او تمارين الكور برضو بتساعد. النقطه السادسه هقول لك على شويه مكملات ممكن برضو تساهم وتفيدك في التطويل. حاجه زي الكولاجين مفيد جدا، وثبت علميا ان هو مفيد جدا للمفاصل وللعظم ذات نفسه. فيتامين كي 2 بيوجه برضو الكالسيوم للعظم بدلا ما هو بيروح للشرايين. وطبعا ده هتلاقيه في الأجبان المخمرة أو المكملات. والزنك بيدعم تكاثر الخلايا بشكل طبيعي. خد المكملات دي وشاركها مع الدكتور بتاعك أو الصيدلاني قبل ما تاخد أي مكمل. النقطة السابعة، أعدائك في الطول. أول حاجة التدخين. التدخين بيمنع وصول أو تدفق الدم للعظم، فده بيبطئ عملية البناء بشكل كبير جدا. الكافيين الزيادة أو أكتر من 4 فناجين قهوة في اليوم ممكن يقلل من امتصاص الكالسيوم. الجلوس كتير ده بيخلي العظم يدخل وقت الراحة، فما بيخلوش يشتغل على البناء. لازم يكون في حركة بصفة دورية. ونقص السعرات بشكل كبير برضو ممكن يأثر بطريقة سلبية جدا. حاول على قد ما تقدر لو انت بتتمرن وفي فترة الكاتنج او التنشيف مش تقلل السعرات قوي بالشكل اللي هو هيخليك مثلا تأثر على عظمك او على نموك، لانك كده هتخلي جسمك يسحب المعادن من عظمك يديها لجسمك عشان يعوض النقص اللي انت بتعمله من بره ده. فأهم حاجة يا باشا ركز على التغذية الصح، وهتلاقي جسمك بيبني نفسه. وطبعا ما تنساش كل النقط اللي انا قلت لك عليهم دول. وطبعا لو وصلت لهنا ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، وسهله مش محتاجه فزلكه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.